تعالي النهارده هقولك نعمل الخيار في 3 ايام هيستوي معاكي وهتاكليه بعد 3 ايام. تعالي نشوف الطريقه، نشوف هنعمله ازاي. هنعمله بوصفه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك اي وقت خالص. في 3 ايام هتاكليه، تفتحيه وتاكليه منه. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالوا نشوف الطريقه هنعمله ازاي. وقبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان كل فيديو انزله تشوفوه. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي، يلا بينا. هنا بقى معايا 2 كيلو من الفلفل الحامي. هاخد منه، مش هاخده كله يعني، مش هاخد ال2 كيلو، خدت منه تقريبا قيمه كيلو كده. وهنا معايا برضو نص كيلو من الخيار منقياه صغير شويه. عشان ايه؟ قلت ايه وانا بجيب الخيار فقلت انقيه بقى ايه صغير كده بحيث ان انا اخلله. هنا معايا الفلفل هبدا اقطعه. انا مفروض كنت البس جلافز لان الفلفل ده كان حامي، كان حراق وخلى ايدي مولعه نار، بس جيت اجيب جلافز يعني لقيته خلصان. هنا قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهوت كده. خلاص كنت خلصته، قطعت بس العنقود بتاعه. وبعد كده جبت الخيار، هتبداي ايه تقطعيه. الخيار ده حسب ما انت بقى بتحبي، عايزه تقطعيه شرايح، بس انا بحبه بالطريقه دي بيبقى معايا حلو قوي. بقطع بس من الناحيه دي والناحيه دي. وبعد كده كان عندي جزرتين، ما كانش عندي جزر كتير فقطعتهم، قشرتهم وقطعتهم طرنشات كده. قلت بحيث ان انا احطهم ايه في قلب البرطمان. هنا معايا البرطمان، هنا معايا برطمانات. هنا انا ولا اشتريت برطمانات ولا حاجه، دي كلها كانت برطمانات عندي. مكان بقى المربى، ومكان كنت بجيب ورق عنب جاهز مثلا في برطمانات. غسلتهم كويس جدا وعقمتهم زي ما انتم شايفين كده. لازم اهم حاجه تغسليهم في ميه دافيه وتعقميهم كويس جدا، يعني ميه مغليه وتنزليها وتحط فيها البرطمانات عشان ما تفرقعش منك. وغسلتهم كويس جدا ونشفتهم، واهم حاجه تنشفيهم بمناديل مطبخ او باي حاجه عندك، يعني المهم ان هم يكونوا ناشفين. هنا بقى هجيب الفلفل زي ما انتم شايفين. الفلفل طبعا قطعته وغسلته وصفيته وجبته بقى ايه، هبدا ارصه كده في البرطمان زي ما انتم شايفين كده اهو. بدات ارصه كده واقفه في البرطمانات. برطمانات على فكره حلوه كبيره يعني، مش صغيره قوي. بس والله جميله جدا يا بنات. حاولي على قد ما تقدري عندك اي برطمانات ما ترميهاش. وهقول لك برضو هبقى اعمل لكم فيديو تنضفي الورق اللزقه اللي بتبقى عليها دي ازاي. سهله جدا تشيليها، سهل يعني، لان في ناس بتقول ان هي بتبقى صعبه شويه في الشيل. بصوا هنا بوريكم، بقول لكم بصوا شكل الفلفل، شكله اصلا شكله تحفه وهو لسه اصلا ما استويش. هنا الخيار برضو بدات ايه، خيارات كبيره اقسمها نصين وايه، وبدات اوقفه كده في البرطمان برضو بنفس الطريقه كده بتاعه الفلفل بالظبط اهو. هرص بقى البرطمانات بتاعتي كلها، الفلفل والخيار وكله. ولو برضو هبقى اعمل لكم فيديو بقى لتخليل الجزر والقرنبيط والحاجات دي. هنا معايا الجزرتين اللي قلت لكم عليها قطعتهم، وهنزل كده يدوا يعني ايه لون كده في البرطمان، يبقى الواناته حلوه اخضر واورنج. وفي نفس الوقت لما بتخلل بيبقى طعمه حلو جدا الجزر برضو. انا كنت نفسي والله، كنت بحسب عندي كتير، كنت عايزه اعمل برطمان لوحده جزر بس ما لقيتش يعني. هنا معايا كام فص من الثوم بحاله يعني، مش مقشره بس. بتحطيه كده في البرطمان بيدي طعم حلو قوي للمخلل، بيخليه طعمه حلو قوي زي بتاع بره بالظبط، واحسن والله كمان. يعني المخلل دوت احسن من بتاع بره. هنا هنعمل بقى المحلول ايه اللي هنحطه على المخلل. لازم تكون الميه مغليه عشان يستوي معاكي في 3 4 ايام. هنا معايا ميه مغليه، هنزل ب3 كوبايات، المقدار ده لتر ميه. هنزل ب4 معالق هرميين من الملح. التمليحه دي مظبوطه جدا يا بنات، ما تحطيش اكتر من كده. ومعايا فنجان من الخل. يبقى 3 كوبايات ميه سخنين، واربع معالق هرميين ملح، وفنجان من الخل. وهنا معلقه من الشطه اختياري مش اجباري. اولا بتخلي الميه لونها احمر وبتخليها حلو. وهنا معايا شرايح من ليمون قطعتها برضه احطها على الوش. طيب انا مش عايزه احط شطه وعايزه اخلي الميه لونها حلو احمر، لو عندك بنجر قطعيه وحطيه معاه. ما عندكيش بنجر حطي نص معلقه من البابريكا برضه بتبقى جميله. هنا بقى هبدا ايه املى البرطمانات بتاعتي بالمحلول، وهقفل عليه اغطيه كويس جدا عشان ما يخشلوش هواء. ايه الفكره بقى؟ ان انا بحط ميه سخنه، الميه السخنه بتسرع في التسويه. تاني حاجه ما بتخليش المخلل اللي يعمل معاكي الريمه الوحشه اللي بتبقى على الوش دي. ونصيحه مني، لما تيجي تطلعيه ما تحطيش ايديكي فيه.
لما تيجي تطلعيه طلعيه بشوكه او بمساكه، بحيث ان صوابعك ما تلطوش، ولما تيجي تقفلي عليه تاني يدنه معاكي فتره طويله، ما يعملش معاكي ريم ولا حاجه. هنا لازم احط كيس كده تحت الغطا عشان اي هوا، عايزه اكتم اي هوا يخش له. اهو. ما تنسوش بقى اللايك منكم، اللايك بيرفع الفيديو، الكومنت بيرفع الفيديو، بيخلي عدد اكبر يشوفه. عشان خاطر يا بنات ساعدوني احقق الشروط، وانا بقالي فتره طويله جدا وبقدم لكم محتوى كويس يعني. عشان خاطر يساعدوني وشجعوني واشتركوا في القناه. اشوفكم في فيديو جديد.